انا مش عارف اسمعها الصوت. بعيدا بقى عن الهدية دي، حاجة معنوية وكبيرة قوي بالنسبة لي، وده يعتبر من أحلى الأسئلة اللي اتسألت في الورك شوب اللي حضرتها من كام يوم، بل وتكاد تكون من أحلى الأسئلة في الورك شوبس عموما اللي أنا حضرتها. والحمد لله ان انا الوحيد اللي قدرت اجاوب السؤال دوت صح. اتمنى يكون صوتي كان واضح، لان حاولت عليه قد ما اقدر وحاولت اجيب الفيديو بصراحه بس ما عرفتش. لو انت لسه مش عارف ان في عضله تانية بتشتغل مع خلفيات الرجل في تمرين اللاينج او السيتد ليج كيرل، انت حرفيا في كارثه كبيره قوي. وتعالى اما اقول لك ايه هي، بس صلى على النبي الاول. العضله دي ببساطه اسمها السارتوريوس، هي شكلها صغير قوي وعامل زي الخيط وماشي باتجاه حلزوني. هنلاقي ان الاوريجن والبدايه بتاعتها بتبتدي عندي في الجزء الامامي العلوي لعظمه الالياك، وبتكون ماشيه معايا في اماميات الرجل واخده باتجاه حلزوني ومعديه على عضلات الادكتورز اللي هي الضامه. وهنلاقي ان النهايه بتاعتها بتكون في عظمه التibia اللي تحت مفصل الركبه. فمن هنا اقدر اطلع لك حركتين مهمين جدا رغم انها بتعمل حركات كتير جدا، اهمها حركه الهيب فليكشن وان انا بتني مفصل الحوض بتاعي، وحركه الني فليكشن ان انا بتني مفصل الركبه بتاعي. فمن هنا بقى وطبيعي يعني ان العضله دي هتكون شغاله في التمرينين سواء كان اللاينج او السيتد ليج كيرل. وطبيعي جدا ان احنا نلاقيها في اللاينج ليج كيرل بتكون اعلى شويه في الشغل عن السيتد. والسبب ببساطه لان السيتد بيحصل فيه حاجه اسمها الاكتيف انسفشنسي، التفعيل غير الكفء، والظاهره دي مش بتحصل غير العضله اللي بتعدي على مفصلين. وهنلاقي ان هي بتقصر من ناحيه في مفصل ومن ناحيه تانية في مفصل تاني بتكون شغاله. يعني لو جينا شفنا الجهاز دوت هنلاقي ان مفصل الهيب او الحوض بيكون معمول له قصر بوضع ال 90 درجه اللي هو الهيب فليكشن زي ما احنا شايفين، في حين ان مفصل الركبه بيشتغل عادي جدا. فطبيعي جدا ان العضله دي بتكون شغاله شويه. في حين ان انا لو جيت لك لللاينج ليج كيرل هنلاقي ان العضله دي محطوطه في وضع استرتش واستطاله كبير قوي من ناحيه الاماميات ومفصل الحوض، وفي نفس الوقت بتكون شغاله لما بعمل حركه الني فليكشن. فطبيعي جدا ان شغلها بيكون اعلى شويه عن السيتد ليج كيرل. وطبعا يعني لو عجبك الفيديو وكميه المعلومات العظمه اللي اتقالت ديت، اكيد يعني انت مش هتبخل علينا انك تعمل لي سيف ولايك وريبوست عشان تتابعني ويوصل لك كده كل جديد.